ازيكم يا احلى نجوم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هنتكلم النهارده عن توقعات الحد 17 اغسطس 2025. يوم الحد جاي ومعاه طاقة جديدة، كأنك فتحت صفحة بيضة في كراسة حياتك. اليوم فيه حركة ونشاط في الشغل والعلاقات، وكمان فرصة لإصلاح الحاجات اللي مشيت بالعكس الفترة اللي فاتت. الجو مناسب للتخطيط، لتنظيم وقتك ولتحسين علاقتك باللي حواليك. فكر في اليوم ده كأنه محطة بتزودك بالوقود عشان تكمل مشوارك بطاقة وحماس. ويلا بينا نبدأ توقعات الأبراج. برج الحمل، من أول اليوم كده هتحس إنك مشحون بطاقة تخليك تخلص اللي وراك من غير ما تحس. في الشغل هتكون ملفت للأنظار بقدرتك على حل المشاكل بسرعة وعقلانية، وده وقت مثالي جدا إن انت تعرض فيه أفكارك أو تبادر بمشاريع جديدة. عاطفيا حاول تفتح قلبك وتتكلم بصراحة مع شريك حياتك، حتى لو الموضوع بسيط فالصراحة هتقربكم أكتر. صحيا جسمك محتاج بريك صغير وسط اليوم، حتى لو بكوباية قهوة هادية أو مشي خفيف. برج الثور، النهاردة دماغك شغالة على أمور المال والمستقبل. في فرصة إنك تحسن دخلك أو تحط خطة قوية لأهدافك المالية. في الشغل الإنجاز هو العنوان، خصوصا لو استغليت وقتك كويس. أما عاطفيا فحاول تضيف شوية حنية واهتمام، حتى رسالة حلوة أو كلمة طيبة هتفرق. أما صحيا فالنوم الكويس والأكل المتوازن النهاردة هيساعدوك تكمل يومك بنفس القوة. برج الجوزاء، يومك مليان حركة وكلام، سواء مكالمات، مقابلات، أو حتى أفكار جديدة بتخطر على بالك فجأة. الجو مناسب إنك تبدأ مشروع أو حتى خطوة صغيرة في اتجاه حاجة كنت بتحلم بيها. حاول تتحكم في توترك وما تندفعش في قراراتك. عاطفيا بقى كلمة حلوة منك ممكن تغير شكل العلاقة، فاستغل طاقتك الكلامية في الخير. برج السرطان، البيت والعيلة واخدين مساحة كبيرة من يومك، وهتحس انك محتاج تكون موجود معاهم اكتر من اي وقت فات. في الشغل حاول تحافظ على تركيزك وسط اي انشغالات شخصية. اما عاطفيا فالعلاقة مستقرة، لكن محتاجة منك لمسة دعم او مشاركة بسيطة تخلي الحبيب يحس انك جنبه. برج الاسد، الفرص النهاردة بتخبط على بابك خصوصا في الشغل. ممكن يوصلك عرض أو فكرة تخليك تبدأ حاجة جديدة. خليك جاهز ومستعد إن انت تبين قدراتك. في الحب شارك مشاعرك من غير خوف، حتى لو مش متعود، ده هيقربك من شريك حياتك. صحيا بقى حركة خفيفة أو رياضة بسيطة هتحافظ على نشاطك طول اليوم. برج العذراء، ده يومك في التنظيم والترتيب يا عذراء. هتلاقي نفسك بتنجز المهام بسرعة ودقة، وده هيخلي اللي حواليك معجبين بيك أكتر. في العلاقات الاجتماعية هتحتاج شوية صبر عشان تحافظ على الجو إنه يفضل هادي. أما صحيا فحاول تفصل من وقت للتاني وتريح دماغك، حتى لو ب10 دقايق هدوء. برج الميزان، في لمة أو فرصة اجتماعية النهاردة هتفتح لك باب لعلاقات جديدة أو هتقوي علاقاتك الحالية. في الشغل هتعرف توازن بين مطالب الناس وبين أهدافك الشخصية. أما في الحب فكلماتك لازم تكون موزونة عشان تحافظ على التفاهم والانسجام. برج العقرب، عقلك النهاردة مركز وشارح نفسه، هتقدر تحلل المواقف وتلاقي حلول مبتكرة لأي مشكلة. في الحب خلي كلامك واضح وصريح، عشان ده هيساعدك في تجديد الثقة بينك وبين شريك حياتك. أما صحيا فخد وقت إنك تهدي فيه أعصابك وتعيد شحن طاقتك. برج القوس، طاقة عالية وحماس ظاهر في كل حركة. ده وقت مناسب إنك تخطط لمستقبلك وتاخد خطوات عملية في شغلك. في الحب خليك صبور ومتفاهم، حتى لو الأمور مش ماشية زي ما انت حابب. أهم حاجة تخلي قراراتك محسوبة ومبنية على رؤية واضحة. برج الجدي، اليوم ده مناسب جدا للشغل اللي محتاج تركيز ودقة. هتلاقي نفسك بتخلص المهام اللي كنت مأجلها من زمان. مع العيلة حاول تكون مرن ومتقبل، حتى لو في اختلافات. أما صحيا فترات الراحة القصيرة هتحافظ على تركيزك لآخر اليوم. برج الدلو، الإبداع والابتكار في قمة نشاطهم النهاردة. في الشغل أي فكرة جديدة هتطرحها هتكون محل إعجاب وتقدير. أما في العلاقات فعندك فرصة إن انت تجدد أو تقوي الروابط مع الناس اللي انت بتحبهم. صحيا خلي فيه وقت خاص ليك بعيد عن الضغوط. برج الحوت،
النهاردة مناسب جدا إن أنت تراجع نفسك وتعيد شحن طاقتك النفسية. حاول تبعد عن الأماكن أو الأشخاص اللي بيسببولك ضغط. عاطفيا مشاعرك عميقة، وده وقت مثالي إن أنت تعبر عنها بكل وضوح. أما صحيا فالأكل الصحي والنوم المريح هيفرقوا معاك كتير. ودي كانت توقعات لحد 17 أغسطس 2025. الحد ده مش بس بداية أسبوع جديد، ده كمان بداية لطاقة متجددة وخطوات محسوبة ناحية أهدافك. خلي توازنك بين الشغل والحب والصحة هي أولوياتك. ابتسم وتفائل، وخلي يومك مليان أمل وحماس. ربنا يجعلها بداية خير عليك وعلى كل اللي بتحبهم. وما تنساش لايك وشير وسبسكرايب لو عجبتك الحلقة. فعل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد بنزله. ودلوقتي هقول لكم باي باي أحلى نجوم.